السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديكي الحلوة. الاولاد طلبوا مني حاجة حلوة، اسكت لا مش هسكت. قررت اعمل لهم المهلبية بالجيلي طبقتين. تعالى اقول لكم عملتها ازاي، والمقادير متوفرة عندك في البيت ان شاء الله. جبت عندي كوبايتين من الحليب، 5 معالق من السكر، و3 معالق من النشا. وعايزة اقول لك السكر هنا حسب الرغبات، يعني زي ما تحبي تحطي معلقة معلقتين، دي حاجة ترجع لك انتي. طبعا هنا قلبت كويس جدا على البارد، واساسي تقلبي كويس جدا على البارد. ليه؟ عشان ما ينفعش تحطي النشا مع السكر والحليب وتحطيهم على النار على طول كده، هيبقى مكلكع معاكي وهيبقاش كويس خالص معاكي. طبعا هنا قلبت كويس جدا على البارد وعلى طول، وانا برضو هنا على البوتاجاز هقلب كويس جدا عشان بس ما يكلكعش معايا. خلاص بقى القوام عندي جميل كده وحلو خالص زي ما انتم شايفين. ونسيت اقول لكم حطوا ظرف من الفانيليا، معلش المقطع ده ما كنتش مصوراه. طبعا هنا حطيت ظرف فانيليا عشان يدي ريحه حلوه كده في المهلبيه. جبت المعلقه هنا وكله في الكاسات زي ما انتم شايفين بالمعلقه كده، وتروحي ايه مقدمه بالشكل الجميل. هقول لك ازاي النهارده هتعمليها عندك طبقتين، وكمان شكلها هيبقى لطيف معاكي خالص. خلاص كده زي ما انتم شايفين قلبت كده المهلبيه، وببدا احط عندي في الكاسات زي ما انتم شايفين. طبعا هنا خلاص كل كاس ليه معلقه، اللي هي الكبش يا جماعه بتاع الاكل. خلاص كده خلصت الكميه دي زي ما انتم شايفين، وسبت عندي المهلبيه ترتاح شويه. كنت قطعت الفراوله، كانت هي اتمسكت كده وبقت مهلبيه معايا خلاص. طبعا زي ما انتم شايفين جبت الفراوله قطعتها شرايح، او موز، اي نوع فاكهه انت حباها. بس انا عشان حطيت هنا جيلي فراوله، حبيت احط ايه عندي فراوله شرايح. حابه تحطي مع الفراوله موز مفيش ايه مشكله، الفاكهه ترجع لك انت وحاجه براحتك انت خالص. بس انا حبيت اعمل شكل لطيف. لو مش حابه كمان تعملي فراوله او نوع فاكهه على المهلبيه خالص مفيش ايه مشكله، بس احنا بنحب نزين كده عشان الاولاد تفرح بالحاجات دي وتاكلها. طبعا ناس كتيره اولادها ما بتشربش اللبن، كتري اللبن في المهلبيه وهيبقى معاكي مهلبيه كده باللبن. مش حابه تحطي ميه او تحطي لبن بس عشان الاولاد تشرب اللبن في المهلبيه او ياكلوها في المهلبيه، وتحط لهم الحاجات دي وتطعميها. الاولاد بتحبها قوي قوي في الصيف، الجو الحر اللي احنا فيه ده. طبعا هنا خلاص ما عايزه اقول لكم الجو كده بيقلب كل شويه، مره حر جدا. عايزه اقول لكم اليوم ده كان الجو حر جدا، عملت لهم الحلوه دي وفرحوا بيها قوي قوي. جبت هنا عندي كيس من الجيلي الفراوله. حطيت الاول كوبايه ميه ساقعه، لازم الاول الميه الساقعه وبعد كده تقلبي. ليه؟ عشان ما ينفعش تحط الميه السخنه مع الميه الساقعه ما كنش مقلبه. ليه؟ هيبقى الحبيبات الجيلي من تحت هيبقى مكلكع معاكي وما يبقاش ايه يتقلب معاكي بسهوله. خلاص بصوا انا قلبت كويس جدا، طبعا ايدي كانت تقلب وايدي التانية كانت تحط ايه الميه السخنه. خلاص كده زي ما انتم شايفين قلبت الجيلي كويس جدا. طبعا الجيلي عليه الكيس اللي هو كيس الجيلي عليه كوبايه ميه من السخنه وميه من الساعه او ميه من الحنفيه، مفيش ايه مشكله. بس اهم حاجه ميه بتغلي عشان يتمسك كده معاكي بسرعه وما يكملش حاجه في التلاجة عندك ويبدأ ايه يتجمد معاكي. خلاص كده زي ما انتم شايفين حطيت الكمية كلها الجيلي. طبعا بصوا الفراولة عاطية منظر كده حلو من فوق. طبعا هنا بصوا القوام لسه سايل. حطيتها في سوري، حطيتها في التلاجة عندي لمدة ساعة او نص ساعة، وكانت معايا بالجمال ده. طبعا شايفين بقى تقلبي الطبق شمال ويمين الكاس او اطبقه تحبي تقدمي فيها مفيش اي مشكله. طبعا بصوا بقى الجمال والحلاوه مش قادره اوصف لكم عن الجمال. حابه بقى تحطي حبه كده من المهلبيه من فوق طبقه تاني مفيش اي مشكله، بس انا حبيت المنظر ده الجميل زي ما انتم شايفين. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه؟ مش مفيش احلى من كده. بصوا بقى الطبقتين حاجه كده اللهم بارك، والاولاد فرحت بيها جدا في الحر اللي احنا فيه. وان شاء الله هنبدا بقى نعمل الايس كريم معاكم، وهنبدا نعمل حاجات كتيره جدا بتاعت الصيف ان شاء الله. حطوا لايك بقى من الفيديو ده، مستحق لايك كتير كتير منكم ان شاء الله. وارفعوا الفيديو ده بالله عليكم يا جماعه، الناس كتيره بتلاقيها بتحط اللايك وساعات ما بتحطش اللايك، تحط الكومنت وما بتسمعش الفيديو. اهم حاجه بالله عليكم يا جماعه اعملوا مشاهده كده عشان القناه تكبر بيكم وباحلى اخوات في الدنيا ان شاء الله. خلاص كده بقى بصوا الطبقات الجميله. عايزه اقول لكم كده متطعم كده بقى مع الفانيليا، مهلبية الفانيليا ومع الجيلي، حاجة كده بجد تحفة جدا وطعمها حلو قوي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. طريقتها سهله وبسيطه ومتوفره عندك في البيت. لو عجبتكم بقى لايك من ايديكم الحلوه، ودعوه حلوه كده منكم لفلسطين وغزه. وعايزه اقول لكم الاولاد مش صابرين وانا بصور، وبيبداوا ايه ياخدوا كاس ورا كاس، وما شاء الله كانت اللهم بارك كانت فيها كميه كتيره جدا. وحطوا لايك والسلام عليكم ورحمه